السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبين اللحمة في كل مكان. زي ما عودناكم بنطلع نتكلم في كل حاجة عن اللحمة، فهنتكلم عن مشاكل اللحمة وسبب الرئيسي للغلا. ففي السريع كده يا جدعان هقول لكم بقى ايه سبب غلا اللحمة. الناس اللي بتقول العلف، والناس اللي بتقول اصل الدولة، والناس اللي بتقول اصل مش عارف ايه. غلا اللحمة ده من الناس اللي وسخة اللي في شغلانتنا، الناس اللي بتبقى حزب، الناس اللي شغلها بتلو في بتلو. وطبعا بالاحترام للناس كلها، كل واحد وليه شغلته، بس اقسم بالله انتوا خربتوا بيوت الناس. انتوا سبب رئيسي ان كيلو اللحم يوصل 350 جنيه. العلف موجود بس ما فيش عقول تاكل علف، فبالتالي لازم السعر يرفع، ولازم اللي عنده عجلين ثلاثة يمسك فيهم ولازم يخبيهم عشان خاطر اللحمة تغلى، عشان خاطر الناس تدفع وتقع. فأنا بطالب كل المسؤولين اللي في البلد، ويا ريت تشيروا الفيديو ده يا جماعة وتعملوا له لايك. شيروا الفيديو يا جدعان عشان خاطر يوصل لكل المسؤولين. انتوا يا جدعان بسبب سكوتكم بيوتنا اتخربت، احنا الناس فلست، الناس بطلت، في ناس اقسم بالله اتجننت الشغلانه وخلاص. يعني اكتر من كده مش هينفع. فاحنا لما وقفناش النهارده وقلنا لا البح العزب ولا البح البتلو، والمسؤولين سمعوا صوتنا ونزلوا اتحركوا، ان اصلا الاتنين ممنوعين، بس كله بالرشاوي والفلوس بتمشي. طبعا بعد احترامنا للبلد وللدولة، بس اقسم بالله هو ده اللي بيحصل. ولو عايزين اوريكم فيديوهات واوريكم صور من داخل المجازر، بيح العزب، بيح البتلو، هنزل وهوريكم. ويا جدعان اعملوا شير تاني مرة اهو، شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، ونحل بقى مشكلة اللحمة دي. كلنا تعبنا وكلنا خلاص قرفنا. ويا ريت يا جدعان اللي متضايق مني او هو بيبقى حزب او هو بيبقى بتلو، فاتق الله يجعل لك مخرجا. والله العظيم خربت بيوت الناس، والفقر ما بقوش ياكلوا لحمه، والناس بطلت الشغلانه، وانا مش عارف اقول ايه تاني. بس يا جدعان شيروا الفيديو لتلات مره عشان خاطر يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس ومطالبنا تتحقق. احنا كشعبة الجزارين اقسم بالله تعبنا ومش عارفين نقاوم مع اللي بيحصل في البلد. بطلوا ذبح عزب